الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوان أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبهذه البداية التي أود أن أبدأ بها مشواري معكم في اليوتيوب من خلال شرح المصطلحات اللغوية في القرآن الكريم، حتى يتبين لكثير من الناس ما معنى بعض المصطلحات التي قد لا يفهمونها، وهي مثلا تكون كلمات لغة عربية قديمة أو لغة عربية فصحى غير متعارفة بيننا. يعني الإنسان يبحث كيف يفهم المعنى ويفهم ماذا تعني تلك الكلمة. والقرآن الكريم كله مصطلحات، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي المبين يجب على الإنسان أن يبحث عن الشرح والمعنى لتلك الكلمات حتى يفهم معنى القرآن الكريم ويتدبر القرآن الكريم، وبذلك يعني إنسان يعيش مع القرآن الكريم. وأول ما نبدأ به المصطلح الذي نقرأه في سورة الإخلاص عندما نقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما معنى كفوا أحد؟ فالكثير من الناس لا يعرفون ما معنى كفوا أحد. أود أن أشرحه إن شاء الله تعالى وأبينه في هذا الفيديو، ونتمنى أن تكون الفائدة عامة وشاملة. فكفوا أحد أي لا مثيل له، الله سبحانه وتعالى لا مثيل له. يعني وذكر في آية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه له. يعني لا يمكننا أن نتصور كيف الله سبحانه وتعالى في عليائه سبحانه وتعالى جلت عظمته. وبهذا ينتهي الفيديو الأول من خلال شرح كلمة كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.